لخصنا النهاردة عن فيلم توجيزر اللي بنتكلم فيه عن قصة رومانسية بين تيم وميلي، بس فجأة بتتحول قصة حبهم لشيء غريب، وده لما بيبتدوا يفكروا انهم يدخلوا جوه كهف في البيت الجديد بتاعهم. بعدها اتغير حالهم، يا ترى هيقدروا يتصرفوا بعد اللي حصل لهم؟ فده اللي هنشوفه في الملخص بتاعنا. نبدأ الفيلم جوه الكهف الغريب، ساعتها بيتوه جواه كلبين يبدأوا انهم يشربوا من المية اللي جوه الكهف. لما بيحاول صاحبهم ان نادى عليهم ويدور عليهم بيلاقيهم انهم واقفين قصاد بعض بشكل غريب، رغم انه بيروحهم بس بيفضلوا باصين لبعض. الليل بيصحى على صوت الكلاب، اول لما بيروح لهم بينصدم اللي بيشوفه الوضع اللي كانوا عليه. ننتقل بعدها لتيم وميلي. في الوقت ده بيتفاجئ تيم ان ميلي بتطلب الجواز منه بعد مدة كبيرة قضوها سوا، بس بتنصدم ميلي من ردة فعل ميل، بس تيم كان متفاجئ وبيقول لها انه موافق طبعا. لما بيرجع تيم للسرير عشان ينام بتجيله بعد الكوابيس المزعجة اللي كانت بتطرده في كل مكان. في تاني يوم بينقلوا للبيت الجديد بتاعهم، بس وقتها بيبدأ تيم يحس بريحة غريبة. لما بيبدأ يدور على مصدر الريحة دي بيلاقي انها مجموعة فئران جاية من السقف، بس الغريب انهم كانوا لازقين في بعض بشكل غريب. وفي نفس اليوم بتروح ميلي لشغلها الجديد، وهناك بتتعرف على جيمي. بعد لما بتروح بيوعدها تيم برحلة غريبة. فعلا في تاني يوم بيروحوا هما الاتنين جوه الغابة. في الوقت ده بيلاحظ تيم أجراس غريبة، بيفضل ماشي وراها لغاية لما بيتوهوا وسط الأجراس، بس فجأة بيتزحلق تيم وبيقع في حفرة. لما بتحاول ميلي إنها تشده مش بتقدر وبتقع معاه. طبعا مش بيقدروا يوصلوا لأي مساعدة لأن مفيش إشارة. قرروا وقتها انهم يقضوا الليلة جوه الكهف لغاية لما النور يطلع، لان المية اللي معاهم خلصت بيضطروا انهم يشربوا من المية اللي جوه الكهف. طبعا بيعدي الوقت وبيناموا جوه الكهف. في نص الليل بيصحى تيم ومبيبقاش قادر ياخد نفسه، ساعتها بيتفاجئ ان الكهف بيتنفس. لما بيبص لميلي بيلاقي شكلها غريب، ساعتها بيصحى وبيعرف ان ده حلم. لما بيبدأوا يتحركوا بيحس بألم في رجليهم، لما بيبصوا عليها بيلاقي ان رجليهم الاتنين لازقة في بعض. وقتها بيحاولوا يفصلوها بالقوة، كمان بيقدروا انهم يخرجوا برا الكهف. بعدها بيظهر اثرها على الجلد بتاعهم. لما بيرجعوا البيت بيحس تيم انه مش طبيعي. وقتها بتقوله ميلي انها تسيبه وتستريح تروح جوه البلد، ولما بتسيبه بيبدأ تيم ياخد دش، وساعتها بيحس باحساس غريب ومش بيبقى قادر يسيطر على نفسه، لدرجة انه بيكسر سيراميك الحمام من غير ما يحس. ده اللي خلاه يروح للدكتور عشان يطمن على نفسه. بالصدفة بيقوله حاجة غريبة، وكان موجود في نفس المكان اللي هما فيه زوجان للأسف كانوا قاعدين مع بعض فترة وفجأة اختفوا. ده اللي خلاه أول لما يرجع البيت يعمل سيرش عنهم. لما بتجيله ميلي بيقول لها عليهم. في الوقت ده بيخبط الباب وبيطلع جيمي، طبعا بيتعرف عليه تيم لأول مرة. يقرروا انهم يعزموه على العشاء، وبما انه في المنطقة هو عايش فيها كتير فبيقرر تيم يحكي له عن الكهف، يقول له على كل المواصفات اللي موجودة فيه. ساعتها جيم بيقول لهم انه ما يعرفش عنه حاجة. لما بيقرب تيم من ميلي بيلزق فيها مرة تانية، ساعتها بتفكروا ميلي ان عضها. لما بيجي الليل بتصحى ميلي على احساس غريب ان في حد ماسكها من شعرها. اول لما بتبص على تيم بتلاقيه مفتح عينه ومبرق. لما بتقيد النور بتلاقي ان شعرها كله جوه بقه. طبعا تيم بيكون بيتخنق ومش حاسس. لما بتشد شعرها بيبدأ يفوق، يفضل يشد فيه لغاية لما بيطلعها من بقه. لما بيصحوا الصبح بيقرر تيم انه ما يتكلمش عن الموضوع. ميلي بتقوله لو كان مريض لازم يكشف، بس وقتها تيم مش بيهتم بكلامها وبيسيبها ويمشي. تقول له انهم لازم يسيبوا بعض فترة ويروحوا وسط اصحابه عشان يحضر الالبوم بتاعه. فعلا بيسيبها تيم وبيروح لمحطة القطر. وقتها بيبدأ يحس انه مش طبيعي، ان عظم جسمه كله بيوجعه. ساعتها بتتفاجئ ميلي ان تيم موجود عندها في المدرسة. يحس ان روحه رجعت له اول لما بيشوفها. لما بيرجع يقرب منها بيلزق فيها. ساعتها بيجي لها جيمي وبتخبي عليه ان تيم موجود معاها. ده اللي خلى تيم بعدها يحاول يفهم ميلي ان في مشكلة بينهم. ميلي بتكون مصممة انهم يفترقوا. وقتها بتروح للجميع عشان تعتذر له، وساعتها بيعزمها انها تدخل للشقة بتاعته. وقتها بتحكي له على المشكلة بينها وبين تيم. فجأة بتشوف تيم جنب البيت، ده اللي خلاها تسيبه بسرعة وتمشي. لما بيرجعوا البيت بيبحث تيم على اللاب، يرجع يدور على الزوجين المفقودين. بيتفاجئ وقتها ان واحدة من الصور اللي كانوا واخدينها تكون في نفس المكان اللي موجود فيه الكهف واللي كانوا هما فيه. بينصدم كمان أول لما بيشوف نفس الأجراس. فجأة بيلاحظ اللي بيخبط على الباب، طبعا بيكون اللي واقف هي ميلي.
اللي بتبدأ تصرف تصرفات غريبة، ولما بيفتح لها بتقع عليه وبتكون في غيبوبة. بيضطر وقتها يضربها بالقلم عشان تفوق. طبعا بعدها بيرجع يقول لها انهم فيهم حاجة غريبة، بيحاول يفهمها ان هما الاتنين بقوا زي المغناطيس بينجذبوا لبعض. طبعا ميلي ما كانتش مصدقة كل اللي بيقوله، بس بتحس بإحساس غريب أول لما بتقوم وبتسيبه، إنها فعلا عايزة ترجع له وتقف جنبه وما تسيبهوش. ميلي بتقوله إن أبوها وأمها جايين بكرة، لازم ما يكونش في البيت أول لما يجوا. طبعا كان قصدها من كلامها إنهم لازم يبعدوا عن بعض. قرروا وقتها إنهم يقضوا الليلة دي كل واحد في أوضة، لكن فجأة بيصحى تيم من نومه وهو بيتسحب من الأرض، يتحرك بشكل لا إرادي للأوضة اللي فيها ميلي. بيتفاجئ إن ميلي هي كمان بتتحرك بشكل لا إرادي، لما بيلمسوا ايد بعض هما الاتنين. كانت المفاجأة لما عظمهم هما الاتنين يدخل في بعض. بيقترح عليها تيم ان معاه دواء بيرخي العضلات ولازم ياخدوه، ولما بيقعوا على الارض بياخدوا كمية كبيرة منه. زيادة المفعول بيشموه لدرجة انهم بعد شوية بيفقدوا الوعي هما الاتنين. لما بيصحى تيم بيتفاجئ ان ميلي رابطها في الكرسي، تعمل كده عشان تقطع الجلد اللي واصل بينهم هما الاتنين عشان يقدروا يطلبوا المساعدة. طبعا بعد ألم كبير بيعملوها. ما بتخرج من البيت عشان تروح المستشفى بتتفاجئ انها نسيت المفاتيح العربية عند جيمي. ما بتوصل بيته بتتفاجئ ان مفيش حد موجود والباب مفتوح. في نفس الوقت بيقرر تيم انه يروح الكهف. تسمع ميلي صوت فيديو شغال. الفيديو ده كان موجود فيه جيمي وهو صغير، وهو بيقوم بشوية طقوس جوه نفس الكهف. بتتفاجئ ان جيمي موجود وراها. فاجئها لما بيقول لها انها لازم تتحد معاه ومع جسمه. نفس الوقت بيتفاجئ تيم بكائن غريب موجود جوه الكهف. الكائن ده هو الزوجين اللي كانوا مختفيين واللي لزقوا في بعض. وقتها بيعورها جيمي بخاتم موجود في ايديه اللي خلاها تدافع عن نفسها وتضربه. ساعتها بتتفاجئ ان جيمي شخصين في جسم واحد. صعوبة بيقدر تيم هو كمان يهرب من الكهف. طبعا لما بيوصل لميلي بيقول لها انه عارف الحل، ان الحل الوحيد اللي واحد منهم لازم يموت. فطبعا وقتها بيقول لها انها اكتر واحدة حبها في حياته، لكن طبعا قبل ما يقضي على نفسه. ساعتها بيتفاجئ ان ميلي بتنزف كمية كبيرة من الدم، كمان بيغمى عليها. بعد شوية بيقدر تيم انه ينقذها، يقول لها انه عشان ينقذها لازم كان يلزق فيها. بيقرروا هما الاتنين ان الحل الوحيد انهم يستسلموا، مصيرهم والاتنين يكونوا شخص واحد. ده جسمهم فعلا يندمج، اعضائهم كلها تدخل في بعض، يبقوا فعلا كيان واحد ما نعرفش شكله ايه. تاني يوم بيوصل ابو ميلي وامها، ولما بيخبطوا الباب يفتح لهم شخص تالت جديد، هو الكيان اندماج تيم وميلي.